ترافلرز، نتمنى تكونوا بخير ومسافرين وكتعيشوا اجواء زوينه. اليوم غنكتشفوا كاملين مدينه وجده الجميله، ولكن التعريف بالمدينه غيكون عن طريق السكان المحليين واللي غيقدموا لنا احسن الاماكن والانشطه اللي يمكن لنا نديروها في المدينه. باش نتعرفوا على المدينه اكثر خليكم معنا حتى لاخر الفيديو. مرحبا بكم في الشرق، مرحبا بكم في مدينه وجده، مرحبا بكم في وجده. بالنسبه لمدينه وجده يعني الحاجه اللي زينه فيها هي انها كتعتبر من ثاني المدن ولا اللي معروفه بالمساجد كما كتشوفوا. يعني ها هو راه عندنا هنايا مسجد وحداه الكنيسه، وبالنسبه للمساجد عندنا بزاف الصراحه، وهذه الحاجه الاولى. بالنسبه للاماكن واخا ما كاينش بزاف بصح كتحس بالحلاوه ديال وجده ملي كتكون فيها، غير انك تتمشى فيها. يعني عندها واحد الجو ديالها بسيط بصح زوين. عندنا اماكن بحال الباب الغربي، يعني حوايج اللي تراثيين. عندنا الباب الغربي، ثلاث سقاقي. بالنسبه يعني الحوايج اللي عصريين عاد كيبانوا عندنا من جهه الخرجه ديال وجده داروا لنا واحد كما نقولوا بحال البارك يعني اللي كبير. تبارك الله زين يعني حتى هو مقبول، يعني يمشيو فيه دي فامي هكا يفوجوا ويتجمعوا في الاعياد تما. دونك وجده هي واحد المدينه اللي جميله بزاف وفيها بزاف واحد المآثر، بحال الا شفنا داغيغ غنشوفوا واحد سيدي بلوهاب اللي هي مدينه واحد المعلمه اثريه اللي جميله. وبالنسبه من تجي لوجده يعني غادي تشوف بعينك داكشي ظريف وعلى قد الحال زويون. وكنصح زعما كاع الناس من كاع المدن انهم يجيو حتى برا على المغرب، انهم يجيو يكونسلتيو وجده ويشوفوها كيفاش دايره. فريمون تبدلوا فيها بزاف ديال الحوايج على اللي كان قبل، وحتى الناس ديالها يسون سامبا، وكاين بزاف ديال لي غوبا اللي كيعرفوا بمدينه وجده. بحال الا شفتي هنايا غتلقاي كاران، هي واحد الاكله اللي رخيصه ولكن في المذاق فريمون زوينه وكيحماقوا عليها وجده كاملين. وكاين بزاف بحال الا مشيتي دخلتي لداخل غتلقاي باب الجزاره، تما غتلقاي البودان حتى حنا معروفين به هنايا. ننصحهم يجيو لوجده لان وجده فيها ما يتشاف، فيها بلايص زوينين ومعروفه بالاثار التاريخيه ديالها وبكثره المساجد اللي كاينه في وجده، وناسها كرامه تبارك الله. يعني غادي تجي ما غاديش تحس براسك بلا راك براني ولا شي حاجه، غتحس براسك بلا راك في المدينه ديال الاصل ديالك. plusieurs monuments comme la place du Maroc. وإلا مشينا تو دروا غادي نلقاو غو دو مراكش اللي معروفه بالاسواق ديالها، وكيجيو ليها بزاف د الناس غير باش يشوفوا التجاره كيفاش كتمشى هنا في وجده. وإلا مشينا عاوتاني زدنا القدام غادي نلقاو ساحه الحمام. بيان سور الا دخلنا للمدينه القديمه غنقدروا ندخلوا لها باب سيدي بلوهاب ونمشيو هنا غادي نلقاو بزاف ديال المعالم بحال ثلث السقاقي، بحال السوق طنجة اكسيتيرا حتى هو مزيان. دونك كنصح كاع الناس من المغرب ولا خارج المغرب انهم يجيو ويشوفوا وجده وينعشوا السياحه حيت غيعجبهم الحال بزاف. وهي هذه معروفه بالبلاصه ديال باب سيدي عبد الوهاب الساحه ديالها، غير اليوم ما راهاش عامره مع الحراره، الناس ما كتخرجش العشيه كتكون عامره شويه. هاد البلاصه معروفه بالتجاره ديالها، الناس كتفرج كتخدم على راسها. وكاين عاوتاني بلايص ملي جيت روت مراكش، كاين ساحه الحمام، 16 غوش، يعني كاين بليصات كاين. وجده يعني وجده راه مدينه غنيه على التعريف كما كنقولوا، راه فيها بزاف تاع الحوايج زوينين ومعروفه في العالم كامل. يعني فيها ثانيه في العالم بالمساجد.